للحب لغات 5 فأي واحدة فيهم هي لغة ابنك. الفيديو ده برعاية القائد الناجح، هو اللي بيساعد جنوده على اكتشاف قواهم الحقيقية. اتفقنا في الفيديو الأول إن أهم حاجة تقدميها لطفلك هي الحب الغير مشروط، وعرفنا يعني إيه أصلا حب غير مشروط. النهاردة بقى هنعرف إزاي نحب ولادنا صح ونتكلم نفس لغة الحب بتاعتهم. وعلشان تعرف لغة الحب الخاصة بطفلك لازم تجربي اللغات كلها، وهي التلامس الجسدي، كلمات التشجيع، الهدايا، الوقت ذو الكفاءة العالية، والأعمال الخدمية. في أول 5 سنين في عمره هتجربي معاه كل اللغات، وحتى كمان بعد ما تكتشفي لغته هتفضلي تجربي باقي اللغات عشان تعرفي أي لغة هو بيحبها اكتر بيمارسها على اصحابه. بعد كده هتبداي تعلميه اللغات التانية عشان يتعامل بيها مع اصحابه او اي حد هتربطه بيه صله، لكن لغه الحب ما بينهم مختلفه. وقالت الدكتوره ساره النجار ان في المرحله دي لازم تحذري من التوقعات الغير منطقيه. يعني اوعي تنسي ان ابنك طفل هيتصرف تصرفات مزعجه وهيتمرد على قواعدك، في اوقات تانية هيحب يتصرف بشكل لائق بس مش عشان يرضيكي، لا، لرغبته الشديده جدا في التطور والنضج. وهنيجي بعد كده لاول واسهل لغه وهي التلامس الجسدي، لانك مش هتحتاجي ادوات او توقيت معين عشان تحضني او تبوسي ابنك. كمان الدراسات اثبتت ان الرضع اللي بيتشالوا ويتحضنوا اول ما بيعيطوا بينجحوا اكتر في اقامه علاقات صحيه مع الاخرين لما بيكبروا، وكمان بيبقوا عندهم ثقه بنفسهم وبيحبوا اجسادهم اكتر من الناس اللي اتسابوا من غير اي تواصل جسدي. فمهم جدا اننا نمارس اللغه دي مع اطفالنا من اول ما يتولدوا. وده طبعا معناه ان النصيحه بتاعت اوعي تشيلي ابنك هيتعود على كده غلط وملهاش اي اساس من الصحه، لان طول ما ابنك بيعيط يبقى هو محتاج حضن. وطبعا في النقطه طبعا تقبيل الطفل الولد من الابوين بيساعد الطفل الذكر ده على الحفاظ على امانه العاطفي وهويته الجنسيه. من احد اهم اسباب اضطراب الهويه الجنسيه هو خزان الحب الفارغ. وهنا نبقى وصلنا لنقطه ازاي اعرف ان لغه التلامس الجسدي هي لغه ابني. اي شخص صغير او كبير بيستخدم اللغه في العاده عشان يعبر عن مشاعره بتكون هي دي في الاساس اللغه بتاعته او اللغه اللي تملى الخزان العاطفي عنده. بمعنى الطفل مثلا اللي بيحب يقعد لازق امه او ابوه في معظم الاوقات، طول الوقت بيحاول يحافظ على التلامس الجسدي بينه وبين ابوه وامه، ده بيكون طفل لغته الاساسيه هي التلامس الجسدي. كمان الطفل اللي بيحب يلعب في شعر باباه، يشد ايد مامته وهي بتنيمه ويحطها على كتفه عشان تحضنه، وهو كمان بيحب يلمسهم فهو بيحب يلمسهم لان هو كمان بيحبهم يلمسوه، فبتكون هي دي لغه الحب الاساسيه بتاع التلامس الجسدي. كمان الطفل اللي بيحب ينام وهو حاضن العابه، حاضن دبدوبه، الطفل اللي بيحب يمشي حافي ويلمس الارض، الطفل اللي بيلمس الازهار، اللي مثلا اول ما بتقدمي له طبق فيه برقوق او فيه تفاح بيحب يمسك الاول الحاجه قبل ما ياكلها، يبص عليها، يمسكها، يتعرف على شكلها. ده كمان بيكون التلامس الجسدي هي اللغه الاساسيه عشان يملى الخزان الحب الخاص بيه. فين المشكله بقى في اللغه دي؟ المشكله هنا بتكون لو كان احد الابوين او الاثنين ما بيحبوش التواصل الجسدي، وهنا بيبقى لازم للام دي او الاب ده انه يتدرب على اللغه دي عشان يقدر يتعامل بيها مع ابنه او لحد حتى ما يتعود عليها مع ابنه. وفي الفيديو الجاي هنتكلم عن اللغه الثانيه. تابعونا وما تنسوش تعملوا شير عشان يوصل لاي اسره بتهتم بكتب التربيه ونفسيه. كانت معاكم رحاب العباسي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.